شو هو الجانب المخفي من المنافسة بين سامسونج وأبل؟ فرضاً عنا حمدي وعبسي. حمدي عاشق التفاحة بده يشتري الايفون 16، ورفيقه عبسي عاشق الجالكسي رح يشتري الاس 25، وكل واحد فيهم قرر انه رح يحمل الموبايل لمدة 4 سنين بس. حمدي وعبسي بيلعبوا ببجي موبايل، وكل واحد فيهم بيشتري سيزن باس كل شهرين ب $15، وخلال هال4 سنين تقريبا كل واحد فيهم بيصرف $400. طيب تعالوا نحسب شو كسبت ابل وشو كسبت سامسونج من عبسي وحمدي خلال هال4 سنين. سامسونج كسبت من عبسي 30% من سعر الجالكسي اس 25 يلي اشتراه، يلي هو تقريبا $240. اما ابل بتربح من حمدي 46% من سعر الايفون 16، وهالمبلغ بيطلع تقريبا $360. وابل كمان بتكسب 30% من مشتريات حمدي على الاب ستور، يعني ال 30% من ال $400 يلي صرفهم بالببجي موبايل، وهذا المبلغ بيطلع بحدود ال $120، باجمالي $480. هذا بدون ذكر اشتراك الاي كلاود يلي هو اقل